شنو درت الحمد لله، وعارف اللي اليوم المغرب فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل هذا الشعب العظيم الكبير، ثم فضل جلالة الملك، ثم الحمد لله بالمساهمة ديال هذه الحكومة الراس ديال المغرب مرفوع. كيفاش؟ واش هذه الحكومة ما دارت والو كاع؟ 5 سنين هذه فين كانت؟ في الثلاجة. خدمنا تحت الإشراف والتوجيه ديال جلالة الملك، وبقى البلاد مستقرة وآمنة ومطمئنة، وحققنا أشياء تاريخية لا نحتاج أن نتكلم. واش تيضايقوا من الكلام ديالي؟ يقولوها لي أنا غنسكت، غير سمع مزيان، أنا غنسكت ونغلبهم في الانتخابات. ما تليتش محتاج نهضر، ما تليتش محتاج نهضر. غيهضر عليا كون الله سبحانه وتعالى يسر لهذه الحكومة الانقاذ ديال الميزانية ديال الدولة اللي كانت غادية الهاوية. غيتكلم عليا انني حاربت الاضرابات العشوائية، غيتكلم عليا انني ساويت بين المواطنين في الولوج للوظيفة العمومية، غيتكلم عليا انني نقدت بفضل الله سبحانه وتعالى الماء والكهرباء ديال المواطنين، باش اليوم الحمد لله كيبركوا على الانتريبتور كيلقاو الضوء، تيحلوا الروبيني تيلقاو الماء. غيدافع عليا الاعمال الاجتماعيه بحال اللي قالوا قبيله الاخوان، لا الزيادات للطلبه، لا الزياده، لا المنح ديال الارامل، لا المنح ديال المطلقات. غيدافع عليا الشيء العظيم اللي كتب الله سبحانه وتعالى قبل يومين، وهو تعميم التغطيه الصحيه لاباء الموظفين ان شاء الله الرحمن الرحيم. واللي غادي تجي غادي يدافع عليا اصلاح التقاعد ديال المغرب اللي الحكومات المتتاليه كانت كتقفقف منه. جاء عبد الاله بن كيران فضل الله هذه الحكومه ودوزوا. بن كيران ارتاح ارتاح.